حكيت عليهم منصفه من وقفت وياه كانوا وقلت شلون انا حكيت مسجات قلت ما نايمه وياه قلت ما واصله طلعت مقطع فيديو وسولفتي انت حضرتك وقلت ابتزوني وميليشيات وفصائل وانا رحت للقانون بالفعل انت تدري بيه بالفعل هو داز لي تهديد. اي انا حكيت هذا الحكي ما حكيت شيء غيره. لا استاذ حيدر الحلقه ما تنعرض حلقه ما تنعرض. شلون ايش اقول لهم؟ ما تنعرض تقول لهم مثلا نقعد عشاير تقول لهم البنيه طلبت عشاير نقعد عشاير خابريهم ست تقول العشاير اخابر نقعد عشاير بس الحلقه ما تنعرض خابري ست ولا تستعجل وتعرضها وحتى البرومو مسحه اترجاك بالقوه اترجاك ابداعت مرتك وجهالك واولادك وخواتك بس اسمعيني امسح البرومو امسحه بس اسمعيني عزيزتي اسمعيني تواصلوا وياهم تردون تحلون الموضوع بدون نشر ما عندي كل مشكله اقسم بالله العظيم بس هذا ردهم القانوني انا كفلت لهم لا اكثر ولا اقل تحلين الموضوع وياهم والله ما انشر ما عندي مشكله عم اولاد لا ما تنشر هسه ما تنشر تتلاحق للموضوع هسه ما تنشر انا اتلاحق للموضوع لو انت تلاحق للموضوع تمسح هذا وانا راح اتواصل وياهم هسه راح اخلي شيخ عشيرتي يتواصل وياهم خلاص امسح البرومو اترجاك لانه اذا اخذ هذا البرومو ماكو فرق عن الحلقه بالكامل لا الحلقه وما راح يتلاحق لك سارة وانا قلت لك هسه راح ابلغ شيخ عشيرتي هسه ولو اعرف اهلي يقتلوني ثاني يوم بس ما تنشر هيك حلقه هسه اوكي تمام بدي تواصل وياهم وسهله انا راح انتحر هسه انا راح انتحر بس هاي الحلقه ما تنشر سهله انا هسه راح احرق نفسي بنفط تواصل وياهم وسهله ما يصير خاطرك الا طيب تمام اذا متت اني انت ضميرك يرتاح عزيزتي تواصل وياهم لا انا اذا متت عندي ابني ولا السام اذا انا هسه متت انت ترتاح تواصل واقول هذول المتسببين بمقتلي تواصل وياهم وانا بخدمتك انا راح اصور هسه فيديو وراح اقول انا راح انتحر راح احط نفسي من الطابق لا تسوين هيك شيء مو صحيح عادي بس الحلقه ضدي وفضلك بس اسمعيني لا تسوين هاي التصرفات نصيحه لحظه من فضلك انت ما في بس اسمعيني انا راح اصور فيديو صوري فيديوهات هاي الاشياء ما تفيدك خابريهم يا بنت الحلال واحكي وياهم وانا بخدمتك اخابرهم بس انا بدي اطلب منك هذا الرجاء اني قضيه تهدديني بهذه الاشياء ما تاكل وياي جاي احكي لا انا هسه راح اصور فيديو وراح اقول فبركوا حلقه علي لا تستعجلين بس اسمعي لا تستعجلين لا تعالجين الخطا بالخطا لا تعالجين لا تعالجين الخطا بالخطا اسمعيني لا تسمعين من عندي لا انت تسمعين من عندي لو لا بس اسمعيني شنو اسمعيني اوكي راح امسح بس اسمعيني والله العظيم هسه يقول مسحت فيديو قايله برقبتك انا دنب برقبتك مسحته تمام مسحته تخاف سبحان الله لا اله الا الله ليش تستوعب بي امسحها انا قاعد اصور فيديو واقول تبركوا علي فيه اسمع والله والاعلام واتفقوا علي اسمعيني اعطيتك مجال حكيتي صرفتي براحتك احترمتك وحكيت وياك وجاي انصحك بكل ادب واحترام جاي اقول لك يا بنت الحلال هذا الموضوع عالجيه بطريقه صحيحه لا تعالجينه بطريقه خاطئه نصيحه الك جاي انصحك من باب لا من باب مهني انا راح اخلي الموضوع انا راح اخلي شيخ عشيرتي يتواصل وياهم حل الموضوع عاش بس الحلقه ما تنشر هذا تمام اتفقوا وياهم تنشر ولا توصل لاي احد اذا انتشرت انتحر والله انتحر هذا هو تمام والله انتحر هذا هو تمام تواصلي هم يردون اعتذار في الموضوع خلاص هاي هي بس انت بس اسمعيني سارة تسمعين لو لا انا جاي احكي وياك جاي اقول لك انا وياك تمام والله العظيم اذا واحد حس بالموضوع راح انتحر واموت نفسي لا تنتحرين ولا برقبتي جهالك برقبتي جهالك الى يوم الدين لانك نشرتهم وقسيتهم علي بدون ما تسالني ما سألك بدون ما تسالني انا كنت رايده احليك
مني ومن كل البنات. مسحت كل شيء، لا تنشر اي شيء. مسحت تمام؟ كل شيء لا تنشر والله مسحت. هذا هو؟ كل شيء لا تنشر. ما انشر والله. هذا هو. اترجاك لا تنشر اي شيء، والله اموت نفسي. والله ما راح انشر. تمام هذا ما راح انشر. هذا هو؟ عشان احل الموضوع بس لا تنشر اي ما شيء. انشر، انتهى الموضوع. هذا هو خلاص. ولا تخلي احد يسرب الموضوع. ماكو، انتهى الموضوع. هذا هو؟ مونتاج واي كل الناس لا تخلي. اهدي، ماكو شيء، ماكو شيء. هذا هو. تمام؟ ما تعرفها اعتبرني اختك. لا والله ما راح تعرف، لان اذا عرفتها راح انتحر. والله العظيم راح انتحر. انا جعانه. بس اسمعيني، ركزي وياي. الحلقه ما راح تنعرض. تمام؟ لكن حل الموضوع وياهم. حل الموضوع وياهم، مو بس خلي بالك اذا ينتشر. مو بابتزاز. حل الموضوع وياهم، مو تعطينا مقابل كذا. لا، انا خطأت بحقهم، استرعيت، اعتذر. قضيه فلوس يردون من عندك، غير قضايا انا موجود وياك. بس اذا انتشر اي شيء راح اقتل جهادي واقتل نفسي. ما ينتشر اي شيء، وراح اصير برقبتك. ما ينتشر. انا تحت انا قملتي بيضة. والله انا جابني لهاي السواليف. راح اصير برقبتك. انا جابني لهاي المواضيع، ايش دخلني بهاي السواليف؟ تدري انت السبب. انا السبب؟ انت السبب، خليتهم يقسوا قلبهم علي. شلون يقسوا قلبهم؟ 4 ايام واحد يلطم الثاني، وصلت يمي هسه صرت انا السبب. انا انتحر اذا شفت بالسوشيال ميديا واحد يسولف بي لو يحكي علي. اسمعيني هذا ما يصير هيك، هذا مو منطقي الحكي. موضوع حليه وياهم عزيزتي. انا هاي لي اول مره انه انزل تنويه والحلقه ما انزلها، لاول مره. بس يا بنت الحلال انا جاي احكي لك، وانت الظاهر عرفتي خطوره اللي عندهم، وهم طلعوا سولفوا لين وصلوا لمرحله بعد ما يقدرون يسكتون. فانتي ماشي. انا عبالي تفتهمين قبيل ذكيه، من طلعتي سولفتي وكذا، طلعتي كل شيء ماكو. عندك متابعين، نزلت فيديو على انستا وفي مال لا في مال لا. انت فنانه، العالم تتابعك، اي قضيه تتناوليها تصير قضيه راي عام. فالمفروض من الطلعين السولفين يا اما عندك ادله واثباتات واروح اقدمها للقضاء. القضاء وياك، ترى القضاء ما عنده مشكله وياك، من ترحين يجيب لك حقك من اكبر واحد. فهمتني لو لا؟ وكون ما عندهم شيء عليك، مو اكو يعني صايره بيناتكم تفاصيل واشياء وطالعه تسولفين. يا عزيزتي والله مو صحيح. ماشي، بس اعطيني كلمه. انا اعطيك كلمه اذا حليت الموضوع وياهم. ما تنشر اي شيء. ما انشر. احلها بس اعطيني مجال حتى احلها. يعني لك المجال. خاف. اولا انا راح اوعدك بوعد، انه انا ما راح انشر اي شيء عنهم جديد. امسحي حتى على تنقطع الاشياء. ساره امسحي. راح ارشف الاشياء القديمه كلها. امسحي اختي. زين، شو نسوي بس هذا الموضوع راح امسح. بس اني موضوع العشيره والهاي راح احكي. موضوع العشيره ما يفيدك. موضوع العشيره ما يفيدك. حاكيهم، ترديني ادخل طرف بيناتكم احل الموضوع، ما عنده مشكله، وانا اخذيها من عندي. راح احتاجك مره ثانيه اكيد. بس اسمعيني يبتزوك بقضيه ماليه انا موجود وياك، يبتزوك بقضيه اخلاقيه انا وياك، اي شيء من هذا القبيل انا وياك بعد. ماشي. هذا هو توكلي وانا وياك. انا عشاير، انا هسه ابلغ عمامي وابلغ اهلي. توكلي وانا وياك. واذا نشرت انا اي شيء اشوفه بالسوشيال ميديا، انا قبل راح اصور فيديو. اسمعيني خلينا نتفق على قضيه. تهدين منا كل شيء ما تقوضين من عندي. لا هدد وراها اموت، انتحر، اسمعيني اقتل جهادي واموت نفسي. بس اسجل فيديو الظاهر بس فبركوا اشياء ونزلوها علي. انت تعرفيني لو ما تعرفيني؟ اعرفك. لا الظاهر ما تعرفيني. سوي جديد على الساحه عزيزتي. لا تهديد لا وعيد. مو تهديد، يعني اذا اقول لك اموت نفسي وانتحر هو هذا تهديد؟ لك تهديد؟ اقول لك هم هسه ماتوا كلها تموت انت او غيرك. ايش مدري هو يعني حياتي هالقد رخيصه عندك؟ اقول لك اذا تنشرها راح انتحر. يا عزيزتي مو رخيصه عندي، انا جاي انصحك وانت جاي تقولي لي عمامي وخوالي. كان ما رحت لعمامك وخوالك من البدايه.
ما يخالف. هسه نشوف شو نسوي. بس انت بس اطلع من الموضوع وقول لهم ما راح انشر. اطلع من الموضوع. اطلع من الموضوع يعني شنو اطلع؟ انا يا قلبي انت يا اخويا قول لهم ليه الموضوع كبير والبنيه تريد تحله. الله يسهل امرك والله يوفقك ان شاء الله. توكلي حل الموضوع وانا وياك. يعني انا لو بنيه خليهم يقولوا لك انا لو بنيه مو مسوبعات هوا ما يصير بيا هيك. عزيزتي انت بس انا لازمني من ايدي توزعني من اول يوم. ما جاي تعرفين شلون تتصرفين. ممكن قضيه تنشر بالانستا هاي صارت انتهى واخذتي حقك. لان اقول لك مثل ما شهرت فينا احنا نريد نرجع كرامتنا وسمعتنا امام الناس. سمعت اخوان؟ هذا جزء من المكالمه واكو بعد تقريبا 20 دقيقه على مكالمتين. هاي المكالمه هي ما سجلتها، سجلت ذيك المكالمه اللي قصقصت من عندها ونزلت. رباط السالفه وين؟ شفتوا هي هسه جاي تتوسل وبكي وصراخ وانتحر ومروتك واختك وعرضك وشرفك، بس لا تنزل الحلقه وامسح البرومو اللي نزلته. قلت لها صار من هاي العين قبل هاي العين، مسحتهن وهي اثناء ما تحكي وياي بالمكالمه مسحتهن. خلص ختولي الحلقه وخابرت علي فاضل واخوه مشتاق، قلت لهم حلوا الموضوع يا البنيه. انتهى كافي، شنو ذنب هالساعه تنتحر كذا هاي؟ قالوا تمام. اتفاجئ اخوان ورا ساعه انه ساره البحراني ماخذه البرومو اللي نزلته بصفحتي منزلته بالانستا على صفحتها، ومنزله جزء من مكالمه صارت بيني وبينها، وتقول جاي يبتزوني وجاي يساوموني وجاي يهددوني بطرق ملتويه حتى اتنازل لهم. زين البكي هذا مالتك وين؟ امسح، ما اريد واحد يدري، لا انفضح، انقتل، عشاير، شرف. وين راح الحكي هذا؟ زين انت من تبكين وامسح وامسح وانت ماخذه البرومو من عندي نزلتيه بصفحتك وظلت كل ساعه تنزلين منشور وكل ساعه تنزلي جزء من مكالمه بيني وبينك. انا وفيت ببعدي وقلت لك لاول مره انزل وما انشر في سبيل انه انت الموضوع، لان انا مو طرف ولا هم انبياء ولا انت صالحه. الكل معرض للاخطاء، انت هم المتحدث ليس بنبي، كل احنا معرضين للاخطاء. لكن انت تجين تمثلين دور البريئه وتبكين وانا صديقتي والله العظيم اقسم بالله العظيم قلت انا هالبنيه كارثه، انا راح تنتحر ومسحت وكل شيء حذفت وانتهى الموضوع، وردت ادخل وسيط لانهاء هذه النهزله اللي صارت. لكن يا اخوان شوفت عينكم، تحكي شكل وتطبق شكل. هي اللي راحت نشرت وهي اللي فضحت روحها، مو حيدر الحمداني اللي فضحها. فاجبرت على انه اخلي مسؤوليتي امام الله حتى اثبت لساره وغير ساره وللناس اللي شهرت هي نزلت قاعد جاي يبتزني، وهاي حتى اثبت للجميع انه حيدر ما يبتز ولا يساوم. اجبرت على انه انزل الحلقه كامله حتى اثبت له انه مو حيدر اللي يبتز مره. وابتزك على شنو يا ست ساره؟ شو انت اجورك بالمسلسل يمكن 11 او 15 مليون. خذ ابتز واستفاد، ابتز لي مسؤول، وزير، محافظ، مدير عام، ما ابتز لي وحده مسكينه. فيا اخوان هذه هي الحقيقه، واللي يتهجم عليه واللي يتجاوز عليه خليه يشوف هذه الحقيقه. البنيه ممكن البنيه اخطات، هم اخطاوا، هذا الوسط بيه هواي مشاكل، لا انزه احد، لكن هم اللي طلعوا الموضوع للراي العام، هم اللي سووا قضيه راي عام، هم اللي جبروا حيدر وغير حيدر انه يتناول هذا الموضوع. فيا اخوان ما صدر من عندي شيء مخالف للقانون، كل اللي صدر واللي شفتوه واللي سمعتوه هم اللي يتحملوا المسؤوليه قانونيا، هم اللي عرضوه بلقاء تلفزيوني شافه اغلبكم. فيا اخوان هذه هي الحقيقه، واتمنى من الاخوه علي فاضل ومشتاق وساره ان يحلون الموضوع بعيدا عن حيدر. انا مو طرف، واذا خليتونه طرف فانتم اثنينكم متضررين، لان انا مفلس والمفلس في القافله امين يا ست ساره. اتمنى التوفيق للجميع والهدايه للجميع، وانه ينهي هذا الموضوع باسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.